عليكم ورحمة الله. حبايبي شباب تالتة ثانوي، هنكمل الفيديو الثالث لدرس الأحماض. سؤال رقم 100 بيقول: ما أقصى عدد من مولات هيدروكسيد الصوديوم اللازمة للتفاعل مع مول واحد من حمض الستريك؟ طبعا يا شباب انتوا عارفين ان حمض الستريك ده ثلاثي القاعدية، يعني فيه 3 مجموعة كح. طيب هيدروكسيد الصوديوم رغم ان حمض الستريك فيه مجموعة OH الا انه مش هيتفاعل معاه، فانا محتاج كده 3 مول من هيدروكسيد الصوديوم عشان اتمم الايه التفاعل. فالجواب الصح هيبقى في السؤال 100 الاجابة رقم ج. السؤال بقى 101 بيقول: اي مما يلي يعبر عن خواص المركب المقابل؟ تعال نبص له كده مع بعض. في مجموعة كربوكسيل على الشمال اهي، وفي مجموعة كربوكسيل برضو على اليمين هنا، يبقى في واحدة شمال وفي واحدة يمين. في مجموعة كربوكسيل هتبقى تفرع على السي اللي موجودة هنا دي، هتبقى هنا. وفي نفس الوقت مجموعة هيدروكسيل برضو هتبقى تفرع من تحت على السي دي. يعني لو جينا نكتبه كده حبايبي هيبقى CH2 وبعدين سي، في OH فوق، وفي تحت كربوكسيل، وبعدين CH2، في بعدها كربوكسيل، وفي الأول خالص هنا في COOH متصلة به. طيب أي مما يلي يعبر عن خواص المركب المقابل؟ ألف: يذوب في الأسيتون ولا يذوب في الماء. بص، هو المركبات العضوية كلها بتدوب في المذيبات العضوية زي الأسيتون، حتى اللي بيكون روابط هيدروجينية منها بيدوب برضو في المذيبات العضوية. لكن مين اللي بيدوب في المية بقى؟ اللي بيكون روابط هيدروجينية. فدي غلط كده، لأن الأحماض بتكون روابط هيدروجينية المفروض تدوب في المية. ب: قيمة البي اتش المحلول أقل من 7. طبعا دي صحيحة لأنه هو حمض، فالجواب ب كده مظبوط، قيمة البي اتش أقل من 7. ج: المول منه يتعادل مع مول واحد من كربونات الصوديوم. والله دي غلط، لأن في 3 مجموعات كربوكسيل، هيحتاج 1.5 مول. د: المول منه يتفاعل مع 4 مول من NaOH، المفروض مع 3 بس، لأن المجموعة الكحولية مش هتتفاعل. يبقى دي غلط ودي غلط، فالسؤال 101 إجابته هتبقى ب. 102 بيقول: الصيغة البنائية المقابلة تعبر عن أحد مركبات مشتقات الهيدروكربونات، كل مما يلي يعبر عن مول من هذا المركب عدد. تعال ندرس المركب. أولا احنا عندنا مجموعة كربوكسيل على الطرف، مجموعة كربوكسيل هنا، كربوكسيل تحت، هيدروكسيل فوق. طبعا لو رجعت كده هتلاقي هو نفس المركب اللي احنا كنا راسمينه في السؤال اللي قبله. خلي بالك من كلمة عدا اللي هنا دي. بيقول ايه؟ يتفاعل المول من المركب ده مع 4 مول من NaOH. لا غلط، طبعا احنا قلنا مع 3 مش 4. ب: يذوب في الماء. طبعا دي صح، هو عايز ايه؟ عدا، فمش هختار. تمام، يبقى هي ألف تنفع بقى لأن هو عايز عدد، المفروض مع 3 مول بس. طيب ج: ثلاثي القاعدية صح، مش هختارها. يوجد في الليمون، والله ده حمض الستريك، مظبوط، يبقى صحيح يوجد في الليمون. إجابة ايه صحيحة. طب عرفت منين إنه حمض الستريك؟ جمعت السيات، أنا معايا C6 ومعايا H8 ومعايا O7، جمعهم كده. فالسؤال 102 هتبقى إجابته رقم ألف. 103: ما أهمية إضافة C6H8O7 اللي هو حمض الستريك؟ وما عدد مولات ال NaOH اللازمة لمعايرة محلوله الذي يحتوي على 19.2 جرام منه؟ طيب أهميته للمواد الغذائية المحفوظة إن هو بيخفض البي اتش، بيحافظ على لونها ويخفض البي اتش. يعني أنا بفكر في الإجابة رقم ألف، و دي غلط عشان كاتب رفع البي اتش. منع نمو البكتيريا وخفض البي او اتش معناها رفع البي اتش، غلط برضو. منع نمو البكتيريا ورفع قيمة البي او اتش معناها خفض البي اتش. يبقى انا بفكر في الاجابتين دول، يعني عايز اشوف يا الف يا دال الصح. مين اللي هيتحكم في الموضوع؟ هو المولات اللي انا محتاجها من هيدروكسيد الصوديوم.
طيب اشتغل ازاي؟ بصوا يا شباب، اولا احنا لازم نشوف كده الكتلة المولية لحمض الستريك. يعني الكتلة المولية هتساوي، احنا عندنا كام ذرة كربون؟ 6، يبقى 6 في 12 زائد عندنا كام ذرة هيدروجين؟ 8 في 1 زائد عندنا كام ذرة أكسجين؟ 7 في 16. طيب حاول كده على الحاسبة تحسب الكلام ده. ده هو عاطيني الكتلة جاهزة اهيت هنا، الكتلة بتاعت الحمض كله، يبقى الكلام ده ب192. اوكي، يعني 192 جرام دي الكتلة المولية بتاعت المركب، 192 جرام. طيب انت بتتكلم على 19.2، يبقى هجيب عدد المولات هيساوي 19.2 اللي عندي دي على 192. دي مع دي هيفضل معايا 1/10 مول، 1/10 وحدة المول. طيب احنا اتفقنا الواحد مول من الحمض السؤال السابق قلنا بيحتاج 3 مول من الصودا الكاوي. اذا 1/10 مول اللي انا حسبتهم دول هيحتاجوا قد ايه؟ اكيد هيحتاجوا 3/10 ايه مول. يبقى هل في اجابة بقى في الاختيارات بتقول 3/10؟ الإجابة ألف، يبقى الإجابة ألف مظبوطة في السؤال 103. 104 بيقول أجريت تجربتان كل منهما على حدة باستخدام مول من الستريك في كل تجربة، حيث أضيف في الأولى وفرة من كاشف ثايوكبريتات اللي هو S2O3 -2 بوجود عامل حفز مناسب. التجربة التانية وفرة من كاشف كاتيون الألمنيوم Al-3 التأكيد. يسألني بقى، بيقول لي ما عدد مولات H2O الناتجة في كل من التجربتين على الترتيب. طيب واحدة واحدة كده نفكر فيها مع بعض. دلوقتي انت بتتكلم على حمض الستريك. حمض الستريك ده صيغته البنائية ايه؟ CH2COOH، وفي هنا C متصلة بمجموعة كربوكسيل ومتصلة ب OH زي ما احنا عارفين، وفي هنا CH2COOH. كويس. انت بتقول ايه بقى؟ بتقول في التجربة واحد حطينا مول من الستريك على وفرة من كاشف أنيون S2O3 -2 الأساسي. مين بقى كاشف الأنيون ده؟ كاشف الأنيون ده هو HCl. تمام، في الباب التاني لسه هناخده كاشف الأساسي. طب HCl ده هل بيتفاعل مع مجموعات الكربوكسيل؟ لا، بيتفاعل مع الهيدروكسيل. يبقى احنا كده عايزين 1 مول من HCl. انتوا فاهميني اكيد ليه 1 مول يا شباب؟ عشان احنا قلنا هيتفاعل مع مين؟ مع ال OH بس. بما ان هنا في OH واحدة، يبقى انا عايز مول واحد من ال HCl. في التانية بقى حطينا وفرة من كاشف كاتيون الألمنيوم التأكيدي. طيب الألمنيوم الكاشف التأكيدي بتاعه لما هناخد الباب التاني هنعرف ان هو هيدروكسيد الصوديوم. يبقى كده هو حط على حمض الستريك ده زائد NaOH. طب هيدروكسيد الصوديوم بيتفاعل مع مين يا حبايبي؟ بيتفاعل مع المجموعات بتاعة الكربوكسيل، يبقى احتاج 3 مول. في المرة الأولى هيطلع H2O واحدة، في المرة التانية هيطلع 3 H2O. يبقى كده إجمالي المية اللي خارجة كام؟ 1 H2O 3، يبقى الجواب 4 مول. ما عدد مولات H2O الناتجة في كل من التجربتين على الترتيب؟ في الأولى 1 وفي التانية 3، اللي هي الإجابة رقم ب معايا في السؤال 104. 105 النسبة المئوية. بيسألني على النسبة المئوية للكربون في حمض اللاكتيك. طيب يا حبايبي، حمض اللاكتيك ده ايه رمزه؟ C3 H كام 6 O3.
طيب هو عايز نسبة الكربون، 3 في 12، 3 في 12 بكام؟ 36. اما خلاص مفيش اختياري اصلا في 36 الا الاجابة رقم ايه؟ الف. فيبقى الصح كده. طبعا 90 دي الكتلة المولية بتاعت المركب كله، يعني المفروض الطالب لما يجي يحسب يقول ايه؟ راجع معايا كده. هيقول نسبة الكربون هتساوي 3 في 12، طبعا في 100، على الكتلة بتاعت المركب كله اللي هي 3 في 12 زائد 6 في 1 زائد 3 في 16. لما يحسب اللي فوق هيلاقيهم 36، لما يحسب طبعا في 100، لما يحسب اللي تحت هيلاقيهم 90. يبقى الاختياري رقم ألف الاختياري مظبوط ايه معاه. 106. ما الحمض الذي يتفاعل مع كل من حمض الهيدروكلوريك المخفف ومحلول هيدروكسيد الصوديوم؟ حبيب الطالب، هيدروكلوريك دي يبقى بتدور على مجموعة OH زي ما اتفقنا كحولية. هيدروكسيد الصوديوم بتدور على مجموعة كربوكسيل أو فينولية. ما عنديش فينولية بس عندي حمض اللاكتيك، يبقى جيم ده عشان رمزه CH3، CH عليها OH وفيها مجموعة يا شباب كربوكسيل برضو. فيبقى الصح كده حمض اللاكتيك أنا بستخدمه في السؤال 106 الإجابة جيم. 107 بيقول ما عدد مولات NaOH اللازمة للتفاعل مع 2 مول من الحمض الذي يتولد في الجسم عند بذل المجهود الشاق. بذل المجهود الشاق ده يقصد حمض اللاكتيك اللي هو CH3، CH عليها OH وجنبها كح. طبعا NaOH بتفاعل مع الكح 2 مول، يبقى هحتاج 2 مول من ال NaOH في السؤال 107. 108 يتشابه حمض السلسلك مع حمض اللاكتيك. حمض السلسلك ده فاكره ولا ايه؟ افكرك بيه. حمض السلسلك ده عبارة عن حلقة وفي عليها OH وفي عليها مجموعة كربوكسيل. بيتشابه مع حمض اللاكتيك لسه راسمينه فوق اهو، ده حمض اللاكتيك. بيتشابهوا في ايه؟ عدة. خلي بالك من كلمة ايه؟ عدة دي. طيب تعال نشوف. اول شيء التفاعل مع البوتاسيوم، طبعا الاتنين بيتفاعلوا عشان ده فيه مجموعة كربوكسيل وده فيه كربوكسيل. ب الاختزال في ظروف مناسبة. لو اختزلنا حمض اللاكتيك في ظروف مناسبة هيتحول لمين يا شباب لو فاكرين؟ طبعا المجموعة دي في الاختزال، المجموعة بتاعت الكربوكسيل دي في الاختزال بتتحول ل CH2OH مجموعة أولية. فالرمز هيبقى بالشكل ده CHOH وبعدين CH2 عليها OH، يعني هيبقى بروبيلين جلايكول. طيب حمض السلسلك بقى لو اختزلناه هيرجع لمجموعة ايه؟ CH3. الناس عارفة ان حمض البنزويك اللي هو، انا عارف ان ده مش ده البنزويك، البنزويك شبهه كده بس معلوش غير المجموعة دي، فلما كنا بنختزله بيرجع لتولوين لان هو جاي من اجساد التولوين، فيبقى هنا في CH3 يعني. طيب هو بيتكلم على الاختزال، الاتنين قبلوا الاختزال. طيب تعالى بقى نشوف جيم. التفاعل مع بيكربونات الصوديوم، فعلا الاتنين هيتفاعلوا مع بيكربونات الصوديوم لان ده فيه مجموعة كربوكسيل وده فيه مجموعة كربوكسيل. ده القسطرة في وجود حمض الكبريتيك دي اللي غلط بقى. ليه؟ لان اللي فوق ده اللي هو اللاكتيك هيتفاعل مع الكحولات في وجود حمض الكبريتيك صح، لكن السلسلك عشان اروماتي هيحتاج غاز كلوريد الهيدروجين الجاف زي ما قلنا كنازع للماء. 109 كل من حمض السلسلك وحمض اللاكتيك من لسه رسمينهم، السلسلك اروماتي واللاكتيك اليفاتي، يبقى ما تنفعش الف ما تنفعش ب. يحتوي على نفس العدد من الاكسجين دي صح مظبوطة عشان ده في OH و COOH والتاني برضو، ونفس السلسلة دي غلط. 110 3 مركبات عضوية A نقصه في الجسم يسبب تورم المفاصل، يبقى ده حمض مين يا حبايبي؟ الاسكروبيك. طيب B تصنع منه مستحضرات تستخدم في القضاء على الثليل الجلدية، السلسلك.
تمام. سي يستخدم كمادة أولية في تحضير الحرير الصناعي. الحرير الصناعي ده اللي هو الرايون. فالسي ده هيبقى حمض الايه؟ الاسيتيك، يستخدم في عمل الحرير الايه؟ الصناعي. اي مما يلي يعد صحيحا. بيقول لي المركب ايه موجود فين؟ هو في الفلفل الاخضر صح، سكروبيك، يبقى الاجابه يا اما الف يا اما ايه؟ ب. يتفاعل مع ان اي اتش صح، يتفاعل مع ان اي اتش سي او 3 صح، لان هو احماض كلها. تعال على بي اللي هو السلسلي. يتفاعل كحمض او فينول صح، يتفاعل كحمض او فينول صح، يتفاعل مع الكربونات صح، لا يتفاعل مع الصوديوم. اذا الاجابه د المرفوضه معايا. تعال على سي. يختزل الى كحول اولي صح، ثانوي غلط، لا يتفاعل مع الصوديوم غلط، واحنا اصلا مستبعدين د. فخلاص كده الاجابه الف هي الاجابه الصحيحه في السؤال 110. 111. كل مما يلي يعبر عن حمض امينو ايثانويك عدا. امينو ايثانويك، تعالى نرسمه كده. انا معايا 2 سي، واحدة منهم كربوكسيل والتانية هتشيل الامينو ونكملها بالاتشات بتاعتها. يبقى ده الرسمة بتاعته. عدا، خلي بالك من كلمة ايه عدا هنا. انت بتتكلم على ايه بقى؟ بتقول حمض الفا امينو، طبعا صح، يبقى دي تمام. يتفاعل مع القواعد صح برضو لان في كحل، خلي بالك من عدا. يعرف باسم الجلايسين، تمام. شحيح الذوبان في الماء، ازاي يا راجل يا طيب؟ هي دي اللي غلط بقى. شحيح يعني لا يذوب تقريبا. ازاي بقى لا يذوب وهو فيه مجموعة كربوكسيل ومجموعة NH2 والاتنين بيصنعوا روابط ايه؟ هيدروجينية بسبب السالبية العالية للأو وللN. يبقى الجواب في 111 هو د. 112. بيقول أي مما يلي يعبر عن بوليمرات طبيعية. خلي بالك من الكلمة بوليمر طبيعي. التeflon لا طبعا. البروتين ده بوليمر طبيعي طبعا، بس في كلمة فقط، خلي بالك. تeflon وباكلايت غلط. بروتين وباكلايت، الباكلايت ده مش طبيعي، الباكلايت ده بيحضر من الفينول. يبقى خلينا في السؤال 112، الإجابة به هي الأدق. 113. ما الوحدات الأساسية المكونة للبروتين؟ طبعا الأحماض الايه؟ الأمينية هي الوحدات الأساسية. طيب 114. ما الذي يمثله اكس وواي في المركبين؟ والله تعال نشوف بالراحة. اكس عبارة عن CH2 وبعدين مجموعة كربوكسيل. اكس دي أكيد تفرع، ما هي CH2 ما تنفعش نبدأ بيها، يعني ما ينفعش عندي ايه؟ يبقى الاكس دي تفرع عشان مش هينفع ابدأ CH3. طيب الواي برضو تفرع، يعني نفس الكلام. ملاحظ بقى اللي على السهم هنا ايه؟ NaNO2. يعني هو بطريقة ما بيغير الاكس بواي، تمام، عند التفاعل مع NaNO2. فهو بيسألني بقى، بيقول لي الجلايسين تحت. طب احنا عارفين الجلايسين ده لازم الاكس تبقى NH2، يبقى الجواب الصح هو ب، لان الوحيدة اللي فيها اكس NH2 هي ب، وإلا مش هيبقى جلايسين، تمام. وهو هنا بدلها ب OH في الواي عند التفاعل مع HCl و NaNO2. فالسؤال 114 هتبقى الإجابة ايه؟ ب. نخش على طول على الامتحان. لو في حاجة في المقالي قولولي نحلها معاكم، بس خلينا ندخل في الامتحان بتاع الدرس 11 على طول. تتفاعل جميع الأحماض الآتية مع كل من حمض الهيدروكلوريك. استنى بقى، احنا اتفقنا الهيدروكلوريك ده بيحتاج مجموعة OH لسه قايلك، ومع هيدروكسيد الصوديوم يبقى انا بدور على مجموعة كربوكسيل. يبقى انا عايز هيدروكسيل وكربوكسيل، وخلي بالك من كلمة عدا، تمام. يبقى انت ايه الاولاني فيه الاتنين اهمت هيدروكسيل وحمض، يبقى الاتنين موجودين. التاني الفيساليك مفهوش OH، يبقى الجواب الصح هنا
هو الإجابة رقم ايه؟ ب. طب نكمل كده. جيم فيها كربوكسيل وفيها هيدروكسيل تنفع. طيب دال فيها هيدروكسيل وكربوكسيل برضو تنفع، عشان كده الجواب الصح هيبقى ب. نيجي للسؤال التاني. أي مما يأتي يعبر عن أيزومر، خلي بالك من الكلمة أيزومر، لحمض الفيثاليك. حمض الفيثاليك ده اللي هو حلقة وفي عليها 2 كربوكسيل ورا بعضهم على طول، فالأيزومر بتاعه هناخد الإجابة دال اللي هي في المكان 1 و3. يعني ايه أيزومر؟ يعني زيه بس مختلف في الصيغة البنائية. رقم 3. ما تسمية الأيوباك الصحيحة للمركب الذي سمي خطأ باسم 2 و2 ثنائي إيثايل حمض إيثانويك؟ طب نرسمه كده. حمض إيثانويك يبقى فيه مجموعة كربوكسيل متصلة بذرة كربون واحدة في المكان 2 و2 في إيثايل، يعني هنا في C2H5 وفي هنا C2H5. طيب كلنا عارفين ان اطول سلسلة كربونية هشتغل بيها هي السلسلة الطويلة دي، وهرقم طبعا من هنا، يبقى 1 2 و2 4 بيوتانويك و2 ايثايل. يبقى انا عايز اجابة بتقول 2 ايثايل بيوتانويك، الاجابة رقم د. السؤال 4. أي الأحماض الآتية يتفاعل ملح الصوديومي، ملح الصوديومي يعني آخره سونة زي ما احنا عارفين، مع وفرة من الجير؟ يبقى ده تقطير جاف في الظروف المناسبة مكونا الإيثان 2 كربونة، يبقى لازم هنا يكون في C2H5 عشان يبقى الإجمالي 3 يطلع C2، يبقى ده اسمه بروبانوات الصوديوم. حمض البروبانويك هو اللي هختاره هنا، الإجابة رقم أ في السؤال رقم 4. 5. أي مما يأتي يعبر عن درجة غليان، يعبر عن درجة غليان كل من الميثانول اللي هو CH3OH ميثانول، وحمض الفورميك اللي هو HCOOH. بص يا حبايبي، احنا اتفقنا ان لو تساوى ذرات الكربون الحمض درجة غليانه اعلى عشان عدد الروابط الهيدروجينية اللي بيكونها ضعف الكحول. يبقى انت عايز اجابة درجة غليان الفورميك اعلى من الميثانول. بص في الاجابة الف، الميثانول 64، الفورميك 100، اعلى فعلا، لكن ب عكسها يبقى هرفض ب. طب يا مستر الاجابة ج برضو عاكس، مخلي الفورميك بالسالب وده بالموجب، هرفضها. ودال برضو نفس القصة، يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع هنا في السؤال 5 هي الإجابة أ. السؤال اللي بعده، السؤال اللي هو رقم 6. يعني الصفحة بتاعت الPDF ممسوحة في السؤال 6. خلينا ندخل على طول السؤال 11. خليط مكون من عدد متساوي من مولات محلولي هيدروكسيد الصوديوم وحمض الأوكساليك. طيب حمض الأوكساليك ده يا شباب عبارة عن 2 مجموعة كربوكسيل عاملة بالشكل ده، 2 COOH مجموعتين. خليط متساوي يعني لو هنا مول هيبقى NaOH مول واحد، تمام. أضيف إليه قطرات من دليل أزرق بروموسيمول. طبعا الرمز هيبقى عامل ازاي؟ خليط مكون من عدد متساوي من مولات محلولي هيدروكسيد الصوديوم وحمض الأوكساليك، أضيف إليه قطرات من دليل أزرق بروموثيمول. ما لون الخليط الناتج مع التفسير؟ طيب طالما متساوي COONA وهنا COOH زي ما هي زائد المية H2O، أصبح ده ملح صوديومي. كلنا عارفين الحكاية إن ده اسمه ملح صوديومي، والصوديوم قاعدة قوية والأوكساليك حمض ضعيف، يعني المحلول ده قاعدي. طيب أزرق بروموسيمول في الوسط القاعدي لونه ايه؟ أزرق، يبقى لون الخليط هيطلع هنا معايا أزرق اللون، لأن المحلول الناتج قاعدي التأثير على عباد الشمس. طيب يعني هو بس في حاجة هنا، ان انا ما فعلتش الاتنين كربوكسيل،
فالمجموعة دي تسبب حامضية للمركب رغم انها ما اتفعلتش. عارفين امتى هقول الخليط ازرق؟ لو الاتنين كربوكسيل اتفاعلوا. يعني لو الرمز بقى كده يا شباب COONA COONA، وده يستلزم ان انا احط هنا 2 مول بدل 1 مول. طب هو قال اعداد متساوية زي ما انتوا شفتوا، فانا مضطر اسيب مجموعة الكربوكسيل اللي تحت دي، اسيبها ما غيرهاش، ولو سيبناها هتسبب حموضة المحلول. فاحنا هنغير كده الخليط، اللون الازرق ده هيبقى لونه الوسط الحامضي مش القاعدي، يبقى ده حامضي، وهيبقى اللون اصفر. اللون هو الاجابة المظبوطة هنا. طيب الالوان دي هناخدها فين؟ هناخدها في الباب التاني لسه. أعد ترتيب الخطوات الآتية للحصول على أسيتات الصوديوم من السكروز. تاني كده، هو عايزني أبدأ بسكروز صح، أحصل على أسيتات صوديوم. طيب سكروز ملوش غير معادلة واحدة عندنا في المنهج، أول عملية اسمها تحلل مائي. تمام، يبقى دي أول حاجة، دي الوحيدة اللي عندنا في المنهج للسكروز. هينتج منها مين؟ كحول. هينتج منها آسف جلوكوز. طيب الجلوكوز ملوش غير خطوة واحدة عندنا في المنهج اسمها تخمر كحولي. يبقى تاني عملية اسمها تخمر كحولي. تمام، هينتج منها مين؟ كحول إيثيلي. طيب الكحول هعمل له ايه؟ بص كده في اللي فاضل في العمليات، فاضل أكسدة تامة وفاضل تعادل. أكيد هتعمل له ايه؟ أكيد هتعمل له أكسدة، يبقى عملت له عملية أكسدة تامة. تمام، يبقى دي تالت عملية. هينتج منها ايه؟ حمض اسيتيك اكيد. فاضل لك ايه بقى؟ تعادل اكيد. يبقى تعادل عشان يدي اسيتات صوديوم. يبقى دي العمليات اللي احنا اشتغلنا بيها: تحلل، تخمر، اكسدة، تعادل. يعني اتمنى اكون افدتكم، وننتظر فيديو جديد لحل درس الاسترات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.